والجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها تحركاتها لإيصال صوتها من خلال تظاهرة أمام البيت الأبيض. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرة شعبية حاشدة أمام البيت الأبيض نظمتها كبريات الجمعيات المصرية الأمريكية المعارضة للرئيس مرسي ولحكم الإخوان المسلمين في مصر. ليس من حقه أن يكون فوق القانون، على أن يفي بعهده لدى الشعب أنه لن يضع مسودة الدستور للاستفتاء إلا بعد موافقة من يعارضوه. المتظاهرون حملوا شعار إسقاط النظام وطالبوا بتنحي الرئيس المصري، رافعين سقف مطلبهم بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف كافة أشكال الدعم الذي تقدمه للحكومة المصرية. رسالتنا للإدارة الأمريكية واضحة جدا جدا جدا، أن تتوقف عن دعم الإخوان المسلمين، أن تتوقف عن دعم مرسي، أن تفتح حوارا مع جبهة الإنقاذ التي يمثلها الدكتور محمد البرادعي. بالناقص بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة تجاه مرسي واتجاهه الخاطئ في هذا الوقت. وعلى هامش هذه التظاهرة وهي الأكبر للجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، نظمت عدة تجمعات حوارية تطرق خلالها مصري المهجر لأوجه الخلاف والتلاقي تجاه ما تعرفه بلادهم من